ست انت كل شويه بتغسلي وتنشري، بتجيبي مساحيق منين؟ انا عاوز اعرف. كل يوم بتغسلي ليه؟ عندك عيله؟ ده انت وجوزك. ما انت عارفه يا طنط ان انا لسه عروسه جديده. ما احنا عارفين يا اختي ان انت عروسه جديده، احنا قلنا قديمه بس مش كده. طب ما يا طنط انت شاغله بالك بيا ليه؟ ما تخليكي في حالي. اخليني في حالي؟ تصدق ان انت بنت لسانك متبر منك وقليله الادب وناقصه تربيه. الله يسامحك يا طنط، وانا مش هرد عليك عشان انت واحده قد امي. زي امي؟ اسمعي يا بنت انت، انا جارتك ارواح. عارفه يعني ايه جارتك ارواح؟ اعرفك ان ما كنتش عارفه. جارتك ارواح بتنزل الشارع ده الكل بيضرب لها تعظيم سلام، الكل بيكش ويرجع لورا، فاهمه؟ ولا اجي افهمك واوريك العين الحمراء؟ يا ست الله يصلح حالك، انا لسه عروسه جديده وعايزه ابدا حياتي من غير مشاكل. مشاكل؟ هو انت لسه شفتي مشاكل؟ ده انا هوريك السواد كله، ماشي؟ ده انا هصبحك وامسيكي بمشكله ما تطلعيش منها. ده انا هاجي وارمي الزباله يا زباله قدام بيتك، ماشي؟ وهقلق نومك. اقول لك يا بنت، ده انا هخليكي تحلمي بيا، تنامي كده وتتقلبي تحلمي بيا. ده انت هتشوفي الايام السوداء اللي ما شفتهاش عند امك هتشوفها هنا. انا مش هرد عليك عشان انت شكلك وليه خلفانه. اوه، خرفانة؟ أنا خرفانة؟ تقول علي أنا خرفانة؟ البت بنت امبارح؟ طب والله لا أنا جايالك ومورياكي، أنا جايالك. اطلع يا منى، عايزاك دقيقه. ثواني انا في الحمام. لا عايزاك دلوقتي. يوه ايه انا زهقت من الست اللي اسمها ارواح دي، جارتنا. يخرب بيتك، انت مالك ام الارواح؟ ما عملتلهاش حاجه، كل شويه تقول لي انا هعمل لك مشكله ومش هعمل لك مشكله. قربي بصي، مالكيش دعوه بالارواح دي خالص، الست دي شرانيه. انا ما عملتلهاش حاجه، انا عايزه ابدا حياتي من غير مشاكل. ما انا عارف اللي انت ما عملتلهاش حاجه، انا عارف. انت بصيت لها طيب وانت في البلكونه ولا حاجه؟ هي اللي عماله تبص لي بقرف تقول لي انا هعمل لك مشاكل ومش هسيبك، وانا ما عملتلهاش حاجه. طب حاولي انك تهدي كده، ولو طلعت البلكونه ولقيتها في البلكونه حاولي انك تخشي تاني، ممكن؟ طيب خش شوفوا بقى انت بتعملي ايه، ما تخبطش عليا تاني وانا في الحمام. ايوه بقى انت بتقولي عليا خرفانه؟ انت اتجننتي في عقلك يا بنت. يا ست هو في انت ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ اتفنيتي واتخفيتي، وانت اصلا تقدري تعملي لي اي حاجه. طب انت عاوزه مني ايه؟ انا ما عملتلكش اي حاجه. انا عايزه منك ايه يا جدعان؟ ايه يا حاجه ارواح، في ايه مالك؟ في تعالي بس في ان دي بتطول عليا وبتقل ادبها وبتطول لسانها وبتبص بعينيها اللي يتصل فيها رصاصه عليا. يا استاذ ارواح حاجه، والنبي ارحمينا، العروسه لسه جديده. انا ما عملتلهاش حاجه يا استاذه، هي جايه مش عارفه مالها. انا مش هخليها تحصل القديمه تعالي بس جنبي ولا كده. تسوى اللي عملته فيا. انا مش هسكت ابدا، انا ما بسيبش حقي. يا حاجه اهدي كده واستهدي بالله، البت لسه جايه جديد ما تعرفش لا حاجه. اله الا الله، اللي ما يعرفش انا لو يعرف. عملت لك حاجه هتعملي فيا ايه؟ دي بترد عليا، تردي عليا، سيبيها لي. معلش اصبري. هو انت جيتي جنبها ايه؟ انت أنا اول قلتلهاش خناقه حاجة. ليكي سيده تتخانقي معاها الحاجه ارواح. دي بتبص لي بعينيها، دي اتجننت في علاها البنت دي. طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ واقفه بنشر، هي عماله تقول لي ده انا مش هسيبك، ده انا هعمل لك تعالي بس جنبي كده. لا البنت دي مش هقعدها هنا. ما المشكله ان انا عارفاكي، اصبري بقى كده. ليه وانت صاحبه العماره ولا ايه؟ معلش بترد عليا ولا عاش ولا كان اللي برد. معلش استهدي بالله. هو انت لسه هتعرفيني عليكي يا وليه تهدي يا وليه، حرام عليكي بقى. دي بترد عليا. انا عارفاكي يا روعه، انا مش طايقه، انا مش مستحمله. يا ست ما تهدي بالله. ده انا بوقف اي حد عند حده. هو انت عايزه ايه دلوقتي؟ معلش استهدي بالله. هوريك انا عايزه ايه. معلش حقك عليا انا حاجه ارواح. انا ساكته عشان خاطرك انت على فكره. الله لا يستر. والنبي خوفتيني يا اختي. يا ست انت عايزه ان جوزها يجي يعمل مشاكل وبعدين ده ممكن هو يطلقها لو ولا خاف من ما يطلقها ولا حرام عليك يا يا ست انت. هي اللي جابته لنفسها. يا وليه اسمعيني، مش البت دي قد بنتك؟ مش قد بنتك؟
وهي بنتي تطول لسانها عليا؟ انا عارفاك انت بتنكشي، حرام عليكي بقى، استهدي بالله كده. بنكش، انا هوريها. طب ايه انت جايه لها في خناق انت كمان؟ عيب كده، عيب. انا جايه في خناق. عيب، مش انت هي اللي جابته لنفسها. استهدي بالله عشان ما تبقاش قاعده عرب، وانت عارفه رجاله المنطقه ما بيسكتوش. اسم الله، ما حدش هيطلعني غلطانه. البنت دي اللي هتطلع غلطانه ويبقى عندها حق. طب انت عايزه ايه من الاخر؟ وتدفع. استهدي بالله. عايزه ايه طيب؟ انت قلتي لجوزك على اللي حصل؟ ايوه قلت له، هي قاعده تبص لي من الشباك من البلكونه وتقول لي انا مش هسيبك، انا هعمل لك مشاكل. حقك عليا. ما عملتلهاش حاجه. جوزك يا حبيبتي. حقك عليا. هجيب لك جوزي. الراجل يطلع لي. لا انت، لا هو راجل وسيد الرجاله يا استاذ مندو، راجل محترم، ما ينفعش انك تغلطي. ما يهمنيش يا استاذ اسمعي، انا ما بخافش من حد الا من اللي خلقني. يا حاجه اروح استهدي بالله يا استاذه، ما ينفعش ان اي مشكله كده تحصل تروحي تقولي لجوزك، ممكن ان هو يتخانق ولا قدر الله تبقى مصيبه في المنطقه وفي يا الاخر ستي يا ست قد بس هي اللي بدأت. الله يسترك. اسم الله. بقول لك ايه، تعالي بره نحل مشاكلنا مع نفسنا. تعالي. انا مش طايقه يا ستي، انا اعصابي متوتره. طب تعالي عندي البيت، تعالي عندي البيت نفسيتي مفروله. نفسيتي البنت ايه؟ دي انا لازم اوقفها عند حدها. معلش، علشان حقك عليا. تعرف انا مين، عشان بعد كده تعمل لي حساب لما تيجي يا حاجه البت انت لو اتعرضت لها تاني انا هقف لك بقى من الاخر. وانت هتخوفيني يا رب. لا ما انت عارفه ان انا لما باجي قدامك بتبقى خناقه رب السما. تعالي لي. بقول لك انا ايه؟ اليومين دول مستعده لك. عدوني بقى. تعالي انا بقى. ماشيه. تعالي بس هعرفك. انا اسفه لك جدا. حقك لا عليا. لا ولا بعد يهمك. اذنك. ربنا يعدي الايام دي على خير يا رب. بقول لك ايه، انا عايزه اتطلق. لا حول ولا قوه الا بالله. هي الطلاق ده بلازمه في الشارع ليه؟ الست واحده دلوقتي جت وكانت عايزه تضربني لولا الست التانيه اللي حشتني جارتنا التانيه، وكانت عايزه طب تضربني استنى وتعمل استنى، مشاكل. طب انت ما رنتش عليا ليه؟ ما انا ما كنتش فاضيه. ما كنتش فاضيه؟ كنت بتعملي ايه يا حبيبتي؟ ها؟ كنت بتخانق مع الوليه. بتتخانقي مع الوليه. تمام. تمام. انا هروح بقى لست ارواح دي واشوف هي حكايتها. انا عايزه حقي من الاخر. الوليه دي لو ما جبتليش حقي منها انا هتطلق اذا كان عاجبك بقى. حاضر ماشي. ست ارواح، ازيك عامله ايه؟ جيت لك الشقه ما لقيتكيش. بصراحه انا سامعاك وانت بتخبط بس ما رضيتش افتح. عاوز ايه بقى يا اخوي؟ يا ست ارواح، كل اللي انا محتاجه منك انك تخليكي في حالك شويه وتسيبينا في حالنا. اللي كنت بتعمليه زمان في كرداسه خلاص راحت عليه، فبالله عليكي سيبينا في حالنا عشان ربنا يصلح حالنا وحالك. ممكن بعد اذنك؟ وكمان عايز اقول لك على حاجه، عايزك يعني تقتنع ان الجار للجار. انت قاعده لوحدك في الشقه، لو حصل لك اي حاجه هتلاقينا في ظهرك، هتلاقينا عزوتك. طب افرض دلوقتي حصل لك مشكله ولقيتك اتحطيتي في حوار، انا بصراحه لو شفتك بتموتي بعد الشر عليكي يعني مش هنجدك. ليه؟ لان اللي حواليكي مخنوقين منك. عايزك تربي حب ما تربيش عداوه، لان الجيران هم اللي هينفعوكي في وقت شده، في وقت فرح، في وقت حزن. الناس اللي حواليكي قبل ما يكونوا جيرانك هيكونوا اهلك، فعايزك تقتنعي بحاجه زي دي. وطبعا انت عارفه في الدنيا اهم حاجه الونس. الواحد لما بيروح مكان ويلاقي ما فيهوش حد بيخاف ومش بيسكن فيه. ليه؟ علشان ما فيش حواليه ناس، ولما بيكون حواليه ناس بيكون مبسوط ومطمن. فانت بقى حواليكي ناس وعماله تعملي كل ده، فبالطبيعه الناس اللي حواليكي هيتمنوا لك اي شر. فبالله عليك يا ست ارواح اهدي وخليكي في حالك شويه ورب حب وما تربيش عداوه، عشان تلاقينا معاكي مش ضدك. الصراحه الراجل ده فوقني. انا فعلا ما كنتش اعمل كده ولا اذي جيراني. انا لازم اعاملهم كويس عشان يحبوني مش يكرهوني. فعلا انت عندك حق، انا مش هعمل كده تاني. انا هكون كويسه بجد. انت فوقتني وانا اسفه اني زعلتك وزعلت المدام. وبص اعتبرني زي امك، واي حاجه انا من العندي قبل العندي.
خلاص مش زعلان مني؟ متشكرة قوي، بجد متشكرة قوي.